صباح الخير صباح، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اشتقت لكم قد الدنيا. اليوم قررت انا وليا انه نفرجيكم روتيننا الصباحي برمضان. اول شي بنعمله انه باخد ليا على الحمام لحتى نفرشي اسناننا. جايبت لها فرشاية لعمرها ومعجون من 0 ل6 سنين. هي تعودت انه تشوفني دائما عم افرشي اسناني، فلهيك تعودت على الفكرة. هي ما تفرشي اسنانها كتير صح، بس انه هي تتعود على الفكرة انه هي لازم كل يوم تفرشي اسنانها الصبح والمساء. هذا المعجون ممكن انه هي تبلعه عادي، واصلا هو صحي اكتر انه يضل المعجون على الاسنان لانه بيحمي الاسنان والمينا. وبعد ما منفرشي اسناننا لازم نغير لها اواعيها لليال لانه بتكون نايمه فيهم كل الليل، ونغير لها حفوضتها. صارت اخر فتره ليا تعذبني لما بغير لها اواعيها، فصرت حط لها البيبي واحيانا نلبسه الحفوضه مشان هي تقعد تشلحه الحفوضه وتلعب بالبيبي لبين ما انا بكون خلصت لها. وبعدين لحتى صحصح منيح بغسل وشي وبمسح المكياج، لانه احيانا صرت اخر فتره انام بالمكياج لانه برمضان بيكون الواحد سهران وهيك، فبيكون ما عاد الي خلق اني امسح المكياج اخر الليل. لهيك هلا انا حامسح المكياج وامسح وشي بالتونر وحط مرطب، ومو دائما بتمكياج، بس كان اليوم هيك عبالي حط مكياج كتير خفيف. وهلا صرت جاهزه، بس رح اغير اواعيي عشان ما اضل بالبيجامه وننزل لتحت. ومثل ما شايفين لبين ما انا كنت تمكجت ليا عملت لي الغرفة خرابة، فصار وقت انه نضب الالعاب انا وليا. فهلا عم اقنع ليا انه تجي تساعدني نلم الالعاب. كمان برافو. امبارح على السحور ما كان إلي ابدا خلق اني ضبضب المطبخ، فهلا الصبح صار عندي هيك شوية شغل وجليات لازم هلا اني ساويهم. حاجلي الجليات ورتب المطبخ. وهاي اكتر فقرة انا وليا بنتحمس لها، لانه اخر فترة انا صرت اعلمها لليا انه هي تجي تساعدني. الولد بهذا العمر ما بيفرق بين اللعب بألعابه وبين المساعدة بالبيت، هو بفكره كمان لعب لانه انتو بتقضوا وقت معه. فمن المهم انه انتو تنادوله للولد وتحاكوه بطريقة حلوة، وانكم عم تلعبوا معه هو بفكرها لعبة. فليا تعلمت انه هي دائما لما انا بجلي الجلي وبخلص تجي تساعدني ترجع الاغراض لمحلهم، وهي حافظة محل كل صحن. نرتب انا وللوش هذا الصالون كمان. ليا تساعديني نرتب الصالون؟ يلا تعي رجعي الحرام لمحله. برافو ليا. وبعد ما رتبت المطبخ صار دور الصالون، لانه كمان الصالون صار خرابة، لانه ليا ما بتترك الكنباية بحالة ابدا، بتضل تنزل المخدات عن الكنباية على الارض وتلعب بالحرامات. فهلا عملها تعي ساعديني لحتى ارجع الحرامات لمحلهم، بس كل مرة بتعمل فيني نفس الشي. وقت انا بدي رتب الغراض وبدي رتب الحرامات وحطهم محلهم بصير هي بدها تلعب فيهم. فهلا ما عم تتركني اخذهم ابدا، فصرت العب معها. ليه؟ هاتيها. مو للكاميرا هاتيها. لا لإلي هاتيها. تاكلي موزة ليا؟ هاتي تعالك اياها. ليا متعودة دائما الصبح اول شغلة تعملها انه هي تاكل فواكه، فوانا عم رتب لحالها راحت جابت لي موزة واجت، بس صارت تاكلها من قشرتها، فلهيك انا فتحت لها الموزة لحتى اعطيها اياها. هي مو دائما بتحب تقعد بكرسيها وتاكل الموزة مقطعة، فهي احيانا بتحب انه هيك تتمشى وتاكل الموزة. من فترة قصيرة قصت لها غرتها لليا، يعني يمكن صار لها شي شهر تقريبا، بس رجعت طولت فورا فصار شعرها ينزل بعيونها، لهيك صار الوقت اني اربط لها شعراتها لانه عم يفوت بعيونها وهي عم تلعب.
وهي الطريقة الوحيدة لحتى تخليني اني اربط لها شعرها، اني اقعدها بالكرسي. احيانا بحط لها افلام كرتون لانه بتعذبني، بس اليوم ما بعرف كانت عم تلعب بالربطات، فاستغليت هذا الوقت وربطت لها شعراتها. واو شو الشعرات الحلوين ليها. وهلا هي فرجتني انه هي بدها افلام كرتون، فشغلت لها التلفزيون وحطيت لها اياه، وانا بس قعدت عليه ربع ساعة لنص ساعة بالكتير، بعدين بروح بجيب لها الالعاب عشان نلعب انا وياها. هون هي حافظة كل قناة لمين، فلهيك عم تقلي انه هي بدها هي القناة الاخر وحدة لإلها. وسألتها اي واحدة من الافلام كرتون بدها، هي دائما بتحضر اصلا نفسها تقريبا، بس انا بحب اني خيرها واقولها انه اي واحد بدك عشان هي تأشر لي عليه ويكون انه الخيار لإلها. واحلى شي بالنتفليكس انه فيكن تحددوا العمر، يعني هدول الافلام كرتون اللي بيطلعوا على قناتها هي كلياتهم لتحت العمر 2 سنين. نلعب بالالعاب. يلا اي واحدة بدك نبلش؟ يلا. وهلا خلص وقت الافلام الكرتون، فطلعت جبت لها صندوق الالعاب تبعها اللي هو مليان كله مكعبات. تعالي نلعب بالمكعبات. الفرق بين هدول المكعبات وهدول انه هدول كيف ما حطيتوهم سهل كتير، اما هدول للعمر الاكبر بشوي لانه ما بيزبطوا هيك، بس لازم انه ترتبهم منيح، فلهيك كان عنده صعوبة بهدول. اما هدول فهو لعمره انه كتير سهل بينحطوا. المكعبات للولد كتير مهمين بهذا العمر لانه بتنمي عنده مهارات، بتقوي عضلات الايدين وبتنمي الذكاء عنده، بصير بيقدر يحفظ الاشكال والالوان. يعني حتى ممكن انه تقولوا له انه صف اللون الاحمر فوق اللون الاحمر وهيك، يعني هو اكيد ما بيكون حافظ شو اللون، بس بيكون عرفان وشايف انه هذا اللون نفس هذا اللون، وشوي شوي بيحفظهم. واو. وبعد بشوي اكيد بدي خلقها بقى من المكعبات، فبصير بدها بس تلعب هي لحالها، بتصير بتقعد بالصندوق، بتطلع منه، بترجع بتقعد بقلبه وهيك. شوفي هي اللعبة كمان اللي لازم هي تحط المكعبات بالشكل الصح، كمان هي بتحبها كتير هي اللعبة. وطبعا هي بعد ما بنلعب بنخلص لعب شوف شلون. تعالي نمسح التلفزيون. خير يلا مسحي التلفزيون. تعال يلا. ودائما انا لما بيجي بدي نظف وبدي رتب البيت، هي بتترك الالعاب وبتلحقني انا، وبتصير بتروح بتجيب مثلا بشكير او بتروح بتجيب شقفه مثل ما انا عندي، هي بتروح بتجيب مثلها. فهلا عمل لها انه تعب بدك تساعديني، فهي بتقول لي يس. لهيك انا تركتها تمسح التلفزيون، وبعد ما هي بدي اخلقها انا بقعد بمسحها مثل خلق العالم. هلا بيكون مرق شي ساعتين من وقت ما فقنا نحن لهلا. بالعادة بناكل انا وليا مع بعض، بس هلا لانه رمضان فبعملها الاكل بس لإلها، وبحطها بالكرسي تبعها وبطعميها. هي بتحب كتير كتير، بتحب البيض المقلي مع هي الصلصة البيستو، هي بقلبه بس ريحان وزيت ومكسرات. من وقت ما بلشت تاكل لهلا انا دائما بحط لها الصحن، واذا الاكل بده معلقة بحط لها معلقة، واذا الاكل بده شوكة بحط لها شوكة. بس هي مو دائما تستخدمون، وانا ما بجبرها انها تستخدمون، بس لحتى تتعلم على فكرة انه هي لازم تاكل بالشوكة او بالمعلقة. فانا بحط لها الاكل بالشوكة وبعطيها الشوكة تمسكها بايدها وهي لحالها انها تاكلها. هلا هي ليا خلصت صحنة، بس انتوا لا تفكروا ابدا انه هي دائما بتخلص صحنة، لا، في ايام كتير وهن اغلبهم يمرقوا. هي يعني مثلا بعمل لها البيضة ما بتاكل منها غير لقمة لقمتين او 3، بس انا بكون مبسوطة حتى لو قد ما اكلت، لانه الدكتورة قالت لي انه هي مو مهم قديش الكمية اللي بياكلها البيبي، المهم انه هو اكل. يعني هي بتحب كتير انه تاكل بعد ما بتاكل الفواكه الصبح، انه تاكل بيض او تاكل حواضر. فهي اكلت ربع موزة ولا نص موزة منيح، ولا مرة بتكملها. هلا صار لها من وقت ما كان عمرها يمكن شي 11 شهر لهلا هي ولا مرة كملت الموزة. لما كانت قبل اصغر
كانت تاكل فواكه كاملة، هم هلا ما عاد كملتهم، بس من بعدها بتفطر هيك، بتفطر منيح وبتاكل احيانا يعني حتى على الغداء ممكن تاكلها 3-4 لقمات ماكسيموم، هذا هو، وانه هي شبعت. وبعد الاكل مباشرة انا كان بدي حممها لانه مثل ما شفتوا حطت البيض براسها، بس هي صار وقت القيلولة تبعها وما كان بدي ابدا اني اغير لها برنامجها، فهون انا رضعتها ونيمتها. وبالوقت اللي ليا نايمة فيه بضل عندي وقت لحالي لنفسي، بس أنا لحالي لأنه حسون بالمدرسة وطارق بالشغل. بقعد على موبايلي شوي، بفتح على يوتيوب بشوف تعليقاتكم الحلوة، وبعدين بقعد بتفرج شوي على نتفليكس، بتفرج على مسلسلات. هلا أنا آخر فترة قلبت على الكوري، فصرت احضر كتير مسلسلات كورية. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو بتحضروا، شو المسلسلات بتحبوها. وهلا بعد ما فاقت ليا صار وقت انه هي تتغدى، بس هون المشكلة انه انا بحب اني طعميها خضرة وشوربة، وانا ما كتير بحب اكل الشوربة، لهيك انا بجيبها لقدامي لحتى طعميها شوربة. وهلا صار وقت حسون يجي من المدرسة، فرح نطلع أنا وليا نتمشى هيك لعند المدرسة، حنجيب حسون أنا وليا من المدرسة ونرجع، وهيك بكون خلاص روتيني الصباحي وصار الظهر. وإذا حابين إني أكملكم وعملكم جزء تاني لروتيني من بعد ما بيرجع حسون من المدرسة اكتبولي بالتعليقات، وهيك بيكون خلاص الفيديو. بحبكم كتير، باي.